السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة الغربية في الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023-2024. النهاردة الاثنين 20 مايو 2024. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. أولا الجغرافيا. السؤال الأول: تأمل الخريطة المقابلة ثم اكتب ما تدل عليه الأرقام الموضحة عليها. 1. اسم الجبال. الخريطة اللي قدامنا ديت دولة ألمانيا. رقم 1 اسم الجبال ديت جبال الألب، جبال الألب. 2 اسم المدينة. رقم 2 ديت مدينة برلين، برلين عاصمة ألمانيا. 3 اسم مسطح مائي. رقم 3 ده البحر البلطي، يبقى البحر البلطي ده مسطح مائي. 4 اسم الدولة. رقم 4 اللي في غرب ألمانيا هنا دولة بلجيكا، دولة بلجيكا. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 1 أكبر دولتين في تربية الأغنام لتوفر الحشائش بها دولة الصين والهند، يبقى دولة الصين والهند. 2 أولى الدول في العالم في إنتاج القمح والقطن تقع قارة آسيا، اللي هي دولة الصين في قارة آسيا. 3 يستخدم في صناعة الأدوات الكهربائية. طبعا النحاس بيستخدم في صناعة الأدوات الكهربائية. 4 تطل نيجيريا من الجنوب على المحيط الأطلنطي، يبقى المحيط الأطلنطي. 5 تقع سهول نهر الجانج في دولة الهند، يبقى سهول نهر الجانج في دولة الهند. ج بما تفسر. 1 صلاحية زراعة بنجر السكر في قارة أوروبا. ليه قارة أوروبا بتزرع بنجر السكر؟ هقول له لأن أوروبا تقع في المنطقة المعتدلة وتوافر الظروف المناسبة لزراعته من مناخ معتدل وتربة مناسبة. تاني، لأن أوروبا تقع في المنطقة المعتدلة وتوافر الظروف المناسبة لزراعته من مناخ معتدل وتربة مناسبة. 2 يقل السكان في دلتا نهر النيجر. ليه؟ هقول له بسبب كثافة الغابات والظروف المناخية القاسية، يبقى بسبب كثافة الغابات والظروف المناخية القاسية. 3 محدودية القيمة الاقتصادية للثروة الحيوانية في الهند رغم ضخامتها. ليه القيمة الاقتصادية للثروة الحيوانية في الهند محدودة رغم ان فيها ثروة حيوانية كتيرة؟ هقول له بسبب تحريم الديانة الهندوسية أكل لحوم الأبقار، يبقى بسبب تحريم الديانة الهندوسية أكل لحوم الأبقار. السؤال الثاني: ألف اكتب كلمة صح أو كلمة خطأ أمام العبارات الآتية مع تصويب الخطأ. 1 الأمطار في جنوب الهند موسمية شتوية غزيرة. ديت خطأ، لأن الأمطار في جنوب الهند أمطار موسمية صيفية، لأن الأمطار في جنوب الهند أمطار موسمية صيفية. 2 يعتمد الراعي التجاري على الأساليب العلمية الحديثة. صواب. 3 الزراعة الكثيفة أحد أنواع الزراعة البسيطة. ديت خطأ، لأن الزراعة الكثيفة أحد أنواع الزراعة المتقدمة، يبقى الزراعة المتقدمة. 4 كان البترول عماد الثورة الصناعية في أوروبا أواخر القرن 18 الميلادي. خطأ، لأن كان الفحم، يبقى الفحم هو عماد الثورة الصناعية في أوروبا أواخر القرن 18. 5 تتقدم مصر الدول العربية في إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح. صواب. تتقدم مصر الدول العربية في إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح. ديت صواب. بتتقدم 5 دول وتليها دولة المغرب، يبقى مصر الأولى والمغرب الثانية. رقم ب
تتبع دول العالم سياسة اقتصادية لإجراء العمليات الاقتصادية وفقا لمتطلبات الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية الحالية. في ضوء ما درست أجب: 1. ما سبب إنتاج الدول المتقدمة للألمنيوم رغم قلة إنتاجها من البوكسيت؟ هقول له نتيجة توافر الطاقة الكهربائية والخبرة الفنية المدربة والأسواق الداخلية والخارجية التي تستوعب الإنتاج. يبقى ليه الدول المتقدمة بتنتج الألمنيوم رغم قلة إنتاجها من البوكسيت؟ هقول له علشان بتتوافر هناك الطاقة الكهربائية والخبرة الفنية المدربة والأسواق الداخلية والخارجية التي تستوعب الإنتاج. 2. أيد بالأدلة تنتشر الزراعة الواسعة في بعض قارات العالم الجديد والقديم على السواء. هقول له الدليل: حيث توجد في قارة آسيا في جنوبها الشرقي مزارع المطاط والشاي، وفي أوروبا حيث مناطق زراعة القمح، وأمريكا الشمالية بالولايات المتحدة مناطق زراعة القمح والقطن. يبقى كده الزراعة الواسعة في قارات العالم الجديد اللي هي في أمريكا الشمالية، في الولايات المتحدة بالتحديد مناطق زراعة القمح والقطن. أما في العالم القديم في قارة آسيا في جنوبها الشرقي مزارع المطاط والشاي، وفي قارة أوروبا حيث مناطق زراعة القمح. 3. من وجهة نظرك ما المقومات الطبيعية والبشرية التي يمكن أن تساهم في التنمية الصناعية في مصر؟ المقومات الطبيعية زي الموقع المتميز، المواد الخام الزراعية والحيوانية والمعدنية، مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة. يبقى دي العوامل الطبيعية. تاني: الموقع المتميز، وفرة المواد الخام الزراعية والحيوانية والمعدنية، ومصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة. أما العوامل البشرية زي رأس المال، الأسواق، السياسات الحكومية، التطور العلمي، والأيدي العاملة المدربة. بالعوامل البشرية الثاني: رأس المال، الأسواق، الأيدي العاملة، السياسات الحكومية، والتطور العلمي. وبكده نكون خلصنا الجغرافيا. نشوف التاريخ. السؤال الثالث: ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 1. حق المرأة في الانتخابات والترشح لمجلس الأمة من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاجتماعي. يبقى المجال الاجتماعي. 2. يعتبر الفريق أول عبد المنعم رياض من شهداء حرب الاستنزاف. 3. قدمت معلومات عسكرية لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر 1973 مما أدى إلى إحداث ثغرة الدفرسوار. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى الولايات المتحدة الأمريكية. 4. انتخبت رئيسا للجنة الوفد المركزية للسيدات 1920 هدى شعراوي. يبقى هدى شعراوي. ب. صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. 1. سوء توزيع الأراضي الزراعية قبل ثورة 23 يوليو 1952 أضاف للثورة في أهدافها بعدا سياسيا، بدل سياسيا يبقى بعدا اجتماعيا. يبقى توزيع الأراضي الزراعية دي أضاف للثورة في أهدافها بعدا اجتماعيا. 2. بعد تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن الرئاسة تسلم السلطة المستشار عدلي منصور. تسلم السلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يبقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ج. أيد بالأدلة صحة العبارات الآتية. 1. فساد النظام الملكي في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952. هقول له الدليل: انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. يبقى الدليل على فساد النظام الملكي استبداد الملك فاروق بالحكم وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. 2. هناك أوجه شبه بين قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967 ومعاهدة السلام 1979. هقول له أوجه التشابه حيث أن كلاهما نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، واحترام سيادة الدول على أراضيها، واحترام الملاحة في الممرات الدولية، وإنهاء حالة الحرب بين الأطراف المتنازعة. تاني هقول له كلاهما نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، احترام سيادة الدول على أراضيها، احترام الملاحة في الممرات الدولية، وإنهاء حالة الحرب بين الأطراف المتنازعة. السؤال الرابع: ألف، اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي.
واحد، أذاع البيان الأول لثورة 23 يوليو 1952 بصوته من دار الإذاعة المصرية، اللي أذاع البيان بصوته محمد أنور السادات، يبقى محمد أنور السادات. 2، استضافت أول قمة إفريقية على أرضها عام 1964 مصر، يبقى دولة مصر. 3، استعادت مصر طابع في عهده عن طريق التحكيم الدولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك. 4، أول مجلة نسائية مصرية صدرت في فبراير 1907، مجلة الريحانة. 5، الوثيقة الرسمية التي تحدد نظام الحكم في الدولة وشكل واختصاصات المؤسسات المختلفة، الدستور، يبقى الوثيقة الرسمية هي الدستور. 6، منظمة ساهمت في إنقاذ معابد أبو سمبل في عام 1964، ديت منظمة اليونسكو، يبقى منظمة اليونسكو. ب، تعد العلاقات الدولية ذات أهمية كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار على المستوى العالمي في ضوء ما درست. 1، ما العلاقة بين حركات التحرر الوطني في الجزائر والعدوان الثلاثي على مصر 1956؟ هقول له العلاقة حيث شاركت فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر بسبب مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. تاني، العلاقة شاركت فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر بسبب مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. 2، ماذا يحدث إذا لم تصدر بريطانيا وعد بلفور 1917؟ إيه اللي هيحصل؟ عدم السعي لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، لم توضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، ولم تحدث انتفاضة 1929 وثورة 1936، ولم يوجد ما يسمى بإسرائيل في المنطقة العربية، ولم تحدث حرب فلسطين وحلقات الصراع المسلح بين العرب واليهود. تاني، عدم السعي لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، لم توضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، ولم تحدث انتفاضة 1929 وثورة 1936، ولم يوجد هناك ما يسمى بإسرائيل في المنطقة العربية، ولم تحدث حرب فلسطين وحلقات الصراع المسلح بين العرب واليهود. 3، برهن على صحة العبارة اعتبار الانتخابات البرلمانية 2010 مخالفة لإرادة الشعب المصري. هقول له حيث تم تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من المقاعد وخلى المجلس من أي معارضة وطنية. تاني، حيث تم تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010 وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من المقاعد وخلى المجلس من أي معارضة وطنية. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل امتحان محافظة الغربية، ومع أطيب التمنيات بالتوفيق، وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.